السلام عليكم، حبيكم معايا فيديو جديد ووصفه جديده. معكم حنان الصيبي. اليوم ان شاء الله نشارك معكم وصفه ديال خبز توست او بان دومي صالح للفطور او الغداء، بان ساندويتش. كنحتاج 4 خليكم مع كيسان ديال المقادير. الفورس قياس 450 غرام، ايضا كبيسه الملحه، معلقه كبيره ديال خميره الخبز حبيبات قياس 10 غرام، 2 معالق كبار ديال سنيده 50 غرام، و2 معالق كبار ديال الزبده 50 غرام، كاس وربع ديال الحليب قياس 220 ملل، وبيضه. وغادي نضيف المقادير في دفعه واحده. عندي قبيصه الملحه، 2 معالق كبار ديال خميره الخبز، 2 معالق كبار ديال سنيده، بيضه، كاس وربع ديال الحليب، وايضا 4 الكيسان ديال الفورس. ونخلي المكونات يتعجنوا مده 10 ديال الدقائق. كيف تجمع لينا العجينه؟ غادي نضيف 2 معالق كبار ديال الزبده، بعد ما ضفت 2 معالق كبار ديال الزبده تتعاود لنا في العجينه باش الخبز ديال التوست يجينا هشيش وما يقصحش لينا ويصبر لمده اطول. بعد ما العجينه وجدات غادي نديرها في اناء ديال الزاج ونغطيها بلاستيك غذائي ونخليها تخمر 10 ديال الدقائق. وهذا هو المول اللي استعملت، مول ديال الخبز ديال التوست. عندنا الاختيار، اما نسدوه يختمل العجينه لداخل ونسدوه باش يجي الوجه ديال الخبز مسطح، ولا نخلي المول عريان ما فيش الغطاء ديالو. ونقدروا ايضا نستعمل المول ديال الكيك الطويل. قبل ما نستعملو غادي ندهنو بشويه ديال الزبده، وفي هذه الوصفه غادي نستعمل المول بلا ما نغطيه باش ندهنو بالبيض والزرع. الوصفه الجايه ان شاء الله غنستعمل المول نغطيه باش يجينا مسطح. كما تلاحظوا بعد الاختمام ديال العجينه ضاعف الحجم ديالها. دهنت سطح العمل بالزيت باش ما تلصقش العجينه مع لو بلون طرافاي ديالي. غادي نسرح العجينه ونطويها على 2 ونعاود نسرحها باش ناخذ القياس ديال المول ديالي. ونطويها على هذا الشكل ونديرها في المول ديال خبز التوست. ونخليها تختمر 15 دقيقه باش ندهنها بالبيض والزرارع، ونغطيها بلاستيك غذائي. من قبل سخنت الفرن على درجه 170 دوغري. ضروري نشعلوا العافيه غير من التحت. بالنسبه للزين عندنا الاختيار، هنا عندي البافو، لي غرين ديال البافو، عندنا سيزام او جنجلان، والبذور ديال الشيا، والزريعه الكحله غنقيها بيان سور صافي. وندير هذا الخليط. غادي نحتاج ايضا بيضه باش ندهن الوجه ديال خبز التوست ونزينهم بالزرع.
لا اختيار نقدر البيضه نضيف ليها معلقه صغيره ديال الحليب باش تعطينا ديك لا بريونس في الخبز ديال الطوست. بعد ما اختعمل الخبز الطوست بهذا الشكل كما تلاحظوا ارتفع بواحد 2 سنتيم، وغادي ندهنو بالبيض ونزينو بالزرع. وندخل المول الفرن. غادي نقص العافيه شويه من 170 نرجعها 150 درجه، وغادي نخليه يطيب لمده 45 دقيقه. وهذا هو الشكل ديالو بعد ما طاب. غادي نديمو ليه نحيدو من المول ديالو ونديرو في منديل ونلوي عليه بلاستيك غذائي ونديرو في الثلاجه لمده 6 ديال الساعات او ليله كامله. غادي نصايبتو في الليل حتى الغد ليه في الصباح عاد قطعتو. بعد ليله كامله غادي نخرج الخبز ديال الطوست وغادي نقسمو بالتساوي باستعمال سكين سنينات منشار. ونحاول نقسم القطع بقطع متساويه. وهذا هو الشكل النهائي ديالو، خبز ديال الطوست سريع التحضير ما كياخذش بزاف ديال الوقت. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. الى فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.